الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعلن عن دعم للموازنة اليمنية بمليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي. ذكرت البيان الشهير، بيان انتهى قبل فترة، الذي ابتدأه في بداية وقال إلى أهلنا في اليمن. وذكرت الخط الأحمر الذي كان حول عدن وقالوا خط أحمر. ذكرت كثير من المواقف التي وقفوها معنا فجزاهم الله عنا خيرا. وفي رسالة أتمنى أنها توصل إلى أبناء بلدي، إلى حكومتنا وإلى قياداتنا وإلى رجالنا. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى من عليكم وعلينا بجار لا يصدق فيه إلا قول الله سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. هذا من شد الله به عضدكم وأعانكم به ووفقكم به وقواكم به وأيدكم به ونصركم به. فتشبثوا به جيدا واحفظوا له معروفه، وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آن الأوان أن نلتفت لأنفسنا، آن الأوان لأن نهتم بأنفسنا. أصبحوا يهتمون به بنا أكثر منا. حكومتنا الموقرة، قياداتنا ورجالنا، أبناء اليمن، كل المواطنين شرقا وغربا جنوبا وشمالا. هناك دولة جارة صديقة شقيقة لنا تحاول جاهدة بأن يعود الاستقرار إلى اليمن، تحاول جاهدة بأن تقوم بنهضة اليمن وبنائه. هل نساعدها أو أننا نخرب؟ هل نقوم نحن مظاهرات ونكسر ونسب ونحاول جاهدين لإسقاط هذه الحكومة التي أتت للبناء والتنمية؟ يا إخوان، اليمن بحاجة إلى بناء. أرجوكم خلونا نتكاتف مع بعض ونلتفت لأنفسنا. المملكة واقفة معنا، لا ينقصنا إلا أن نقف نحن مع أنفسنا. الله سبحانه وتعالى معنا، ثم بعد الله سبحانه وتعالى شقيقتنا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تقف معنا في كل المجالات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا ماليا معنويا، في كل المجالات. ولا ننسى بأنه لا يوجد شعب له علاقة وطيبة وعلاقات تمتد على آلاف السنين بالسعودية أكثر من الشعب اليمني. لا توجد حدود بين السعودية وبين أي دولة أخرى أكثر من الحدود اليمنية. لذلك يا إخواني، هؤلاء منا وهم أهلنا وهم يقفون معنا، فآن الأوان لكي نقف نحن مع أنفسنا، نلتفت لأنفسنا قليل ونوقف مع أنفسنا. إحنا قادرين، واليمن قادرة توقف على حيلها. بس أرجوكم شوية وعي، شوية تفكير، نكن عون وسند لهذه الحكومة ولرجال أمننا ولقواتنا، طوارئ، عمالقة، درع الوطن. كل هذه القوات منا وفينا، الجيش هذا منا وفينا. نريد أن نحتفل في صنعاء. أرجوكم 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 كونوا عونا لهذه الحكومة. كفانا تخريب وكفانا تدمير، ما كفانا ما حدث لنا في 2011 وما كفانا ما حدث لنا بعدها كلها. يا إخوان، البلد بحاجة إلى تطوير. الناس تموت على الطرقات من الجوع، واحنا نروح نخرب او نروح ندمر او نسعى جاهدين لتأجيج الفتن. واحد مقيم في اي دولة برا من الخارج يقعد يؤجج ويقعد يحرض ويقعد يخرجوا مظاهرات فعلوا كذا وكذا. البلد بحاجة الى تطوير، البلد بحاجة الى تنمية. يدي ويدك بننميها مع بعض، كلنا بلا استثناء من الطفل الى رئيس الجمهورية، كلنا شركاء في بناء هذا البلد. هذا البلد إن لم نقيمه والله سنضيع أنا وأنتم وأبناءنا وأبناءكم. السلام عليكم ورحمة الله.